هصور لكم مزارع دينا دي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. يلا بينا كده داخلين اوله. ندخل بقى سوبر ماركت الاول كامل. مربى مزارع دينا. محمصات، جبن دينا، دي توابل، لحمه، وفي خضار فوق اهو، والفراخ والديك الرومي، ودي لحمه لو عايزه تتقطع قدامك، ومنتجات العسل، وفي طبعا هنا التمر، زيت الزيتون الخاص بمزارع دينا. هنا انواع الزيوت بقى كلها. نشوف برضو ايه الفاكهه. فاكهه ايه؟ مانجا، تفاح، تين، وفي كمان هنا ركن للمخبوزات لوحده. حلويات، رز بلبن، كده الجزء الاولاني الخاص بالجزاره والدواجن والالبان والمخبوزات. وفي جزء تاني بعد كده نروح برضو نتفرج عليه. اوله كده فاكهه، ده قشطه، مانجا، والبلح. دي هنا الاجبان، الزبده والبيض والاجبان كلها، المخللات، فاكهه تاني وخضار، وهنا الالبان والزبادي. هنا الخضار كله نجيبه كله كده. دي الجبن كلها كده، جبنه مطبوخه مزارع دينا، كل الجبن. الجبنه القديمه بتاعتهم جميله صراحه. ده كده الخضار بقى، الثوم والبصل والبطاطس، خضار كامل. وبصوا كده المكان. وهي دي الفاكهه والبيض. المكان كده انا جبت لكم جزئين كاملين كده. الخروج كده من السوبر ماركت بقى يعتبر ده قسم الفطاير اللي هياخد فطير ويمشي على طول اهو، وبيتعمل قدام عينك. طبعا مقفلينه بالازاز هنا عشان خاطر ما يبقاش فيه حشرات، ما يبقاش فيه اي حاجه، او الهواء. بعد كده ادي المنافذ اهو. ده هنا التقطيع، تسخين، بتعمل قدام عينك خطوه بخطوه. وهنا اما تيجي الخزنه اما بتيجي تستلم او تشتري اهو. بعد كده بقى في المكان اللي قدامنا لو هتقعد، لو حابب تقعد وتاكل الفطير الخاص بمزارع دينا، او هنا في قسم العصاير اهو.
ده لو حابب تشرب عصير مع فطيرة مزارع دينا. قاعدة طبعا كده مكيفة، وفي قاعدة خارجية، بصوا زي القاعدة دي كده. دي كده يبقى دي القاعدة الخارجية، ودي القاعدة الداخلية اهي المكيفة كامل من جوه. في قاعدات تانية هنا كده اهو، هروح اشوفها. دي بقية القاعدة كده اهو، ولسه هيفتحوا مكان تاني اهو جديد عشان يكبروا المكان. القاعدة الخارجية على الخضرة اصلا جميلة. في قعدات هنا اهي خارجيه برضو. في كمان في جراج هنا لدينا، لمزارع دينا، وبنزيمه جنبها بالظبط كده. صورت لكم مزارع دينا كامله. باي، واشوفكم في فيديو جديد.